بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سؤال: لماذا الأحباش يهاجمونك هذه الأيام بقوة؟ فبعضهم يكفرك، وبعضهم يقول إنك منافق، وبعضهم يقول إنك تداهن الوهابية ولا تكفرهم. أولا، هؤلاء الأحباش من هم؟ هم في الحقيقة تلاميذ تلاميذ الشيخ عبد الله الهرري من الحبشة رحمه الله تعالى، وهو من علماء أهل السنة والجماعة من الأشاعرة كالزيتونيين. ولكن هناك بعض الأقوال الشاذة في الأشاعرة وفيها بعض التشدد مال إليها هؤلاء الأحباش، وهي خلاف منهج جمهور علماء الأشاعرة من الزيتونيين ومن القرويين ومن الأزهريين ومن الأمويين الدمشقيين ومن الديوبنديين الهنديين والباكستانيين. نحن في الحقيقة ليس بيننا وبينهم خلاف جوهري مما يقتضي التكفير. نحن نعتبرهم من المسلمين ونعتبرهم من أهل السنة، ولكن الخلاف في المدرسة الزيتونية التي ننتمي إلى فكرها وبين منهجهم هو تكفير الوهابية. نحن نرد على الوهابية ونعتقد بدعتهم ونعتقد ضلالهم ونعتقد خطأهم، كما نص على ذلك الإمام البرزلي وابن عرفة، ونص على ذلك البرزلي في كتاب النوازل، وكانوا يسميهم بالحشوية لأنهم حشو الناس. الوهابية أدعياء السلفية سقطوا الناس كالدواب. ولكن قال البرزلي نقلا عن ابن عرفة ومذهب علماء أهل السنة الزيتونيين: لا يجوز تكفير الحشوية ولو كانوا يقولون بالجهة، ولو كانوا يقولون بالجهة، لأنهم ليسوا مجسمة بمعنى المجسمة الحقيقيين. أعطيك فرق: هم ينقلون عن سيد المارغني في كتابه شرح العقيدة الذي ندرسكم إياه، قال: وأجمعوا على كفر المجسمة. هؤلاء المجسمة الذين أجمعوا على كفرهم هم الذين يقولون إن الله تعالى جسم كالأجسام، ويقولون لله تعالى يد حقيقية كأيدينا نحن. فهؤلاء هم المجسمة الذين أجمع العلماء على كفرهم، بينما الوهابية أدعياء السلفية هم لا يقولون هذا، بل هم يقولون لله يد حقيقية ولكن ليست كأيدينا. فكأنهم يقولون، هم كلامهم يؤدي إلى التجسيم، ولكنه ليس تجسيما صريحا. وجمهور علماء أهل السنة على أن لازم المذهب ليس بمذهب. ومن هنا سيدي إبراهيم اللقاني كما في كتابه هداية المريد، وكذلك العز بن عبد السلام، رفض تكفير الحشوية الذين يسمون الآن وهابية أو أدعياء السلفية. والغريب من الأحباش أنهم قالوا الوهابية كفار، ومن لم يكفر كافرا فهو كافر، فعليه الأحباش هم كفرون.
لأننا رفضنا تكفير الوهابية. نحن رفضنا تكفيرهم على أننا نعتقد ضلالهم، لأن كبار علماء أهل السنة والجماعة الذين ذكرت أسماءهم رفضوا تكفيرهم بناء على قاعدة أن لازم المذهب ليس بمذهب. ودعوى الإجماع على أن من يقول بالجهة كافر دعوة باطلة، لأن نصوص العلماء كالزركشي نقلها تقول من أهل السنة والجماعة أن من كان لازم كلامه يؤدي إلى التجسيم فهذا هو ليس بكافر. فأين الإجماع؟ نحن قلنا لهم مرارا وتكرارا أيها الأحباش لا تفتحوا معنا جبهة، لكن المصيبة ليس هنا. المصيبة أن الوهابية في تونس نحن ندافع عنهم ضد الأحباش، والوهابية هم يعلمون أني لست حبشيا، ولكنهم يدعون أنني زعيم الأحباش في تونس. هم يعلمون أني لست حبشيا، لكن لماذا الوهابية يكذبون صراحة؟ بسيطة، لأن الوهابية معروفون بالتشدد في التكفير والعنف. كذلك أقولها بصراحة الأحباش وإن كانوا هم أقرب إلينا في العقيدة لأنهم أهل التنزيه، إلا أنهم يشبهون الوهابية في التسرع في التكفير، ونحن لسنا لا وهابية ولا أحباش، فجئنا في الوسط فنطحن بينهما. ولكن الوهابية لأنهم إذا أرادوا أن يستبيحوا دم شخص وعرضه فيتهمونه بأنه حبشي، لأن الأحباش والوهابية صارت بينهم مذبحة في لبنان، يدخلون على بعض في المساجد ويتقاتلون، فنما بينهم حقد شديد. نحن نطلب منهم أن يخرجونا من هذا الحقد. قتال في بيوت الله بالسلاح. الوهابية دخلوا على أحد شيوخ الأحباش اسمه نزار الحلب رحمه الله فقتلوه في المسجد. فالأحباش ردوا الفعل بالسلاح، بينما نحن رأيتم عددنا بالمئات في سوسة وعددهم بالعشرات أحيانا. لما يهاجموننا ماذا نفعل؟ نطأطأ رؤوسنا ونمشي سالمين. لو كنا أحباش لذبحنا الوهابية في تونس، ولكننا نحن لا نؤمن بمنهج رد الفعل. فهذا الحقد الوهابي على الأحباش من أجل استباحة الدماء. طيب تقول ماذا يكذبون علي؟ نعم، هم يرونني كافرا الوهابية، والأحباش يكفرونني، وأنا لا أكفر كليهما، أراهم جميعا مسلمين، ولكنهم هم كلمة السر هي القتل، تكون بوصفك أنك حبشي. طيب تقولون هذا كذب وأنتم تعلمون أن الشيخ فريد ليس حبشيا. قل لك نعم، نحن نعلم أنه ليس حبشيا، ولكنه الله أباح دمه، أفلا يبيح الكذب عليه؟ وأعجب من هذا أن أدعياء السياسة في تونس ممن ينتسبون إلى حركة النهضة يتابعونهم ويكذبون عيانا. وفي قناة الزيتونة يكتبون زعيم الأحباش فريد الباجي. أنا أقول لهم يا من تقودكم حركة النهضة، ألا لعنة الله على الكاذبين. لو كان الإسلام يبيح لكم الكذب، هذه كتبي ومؤلفاتي وتصريحاتي والتي ندرسها في دار الحديث الزيتونية هي عينها التي تدرس في جامع الزيتونة منذ أكثر من 200 سنة. لكن لماذا تكذبون؟ هل هكذا تحكم الشريعة؟ هل هكذا يكون الإسلام؟ تتحالفون مع الوهابية الذين يكذبون علينا ثم تنشرون عنا الأكاذيب. لا، أكثر من هذا.
يزعمون أني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليقظة. أنا ادعيت ذلك. هل ادعيت لكم ذلك؟ أنتم تعلمون وأنتم تلاميذي أنهم يكذبون علي. أنا ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط في حياتي يقظة، وأعوذ بالله من أن أدعي أني رأيت يقظة، لا، بل اتهموني بأني رأيت رسول الله وأخبرتكم بأن تنتخبوا البيجي قائد السبسي. حاشا رسول الله من هذا الكلام، كفاكم علي كذبا. ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وأخبركم أكثر من هذا، تبا لكم جميع الأحزاب، نحن لا نعترف بكم جميعا، لا يمينا ولا يسارا ولا وسطا، نحن نشتغل بالعلم ونشر الدين. فصراعاتكم المريضة الحزبية السياسية باسم الدين أو بالعلمانية أو بما تسمونه، نحن دار الحديث الزيتونية لا تلزمنا ولا نتأثر بها، بل نحن ندعو المشايخ وأهل العلم أن لا ينتخبوا ولا ينتخبوا أصلا. انتهينا من النقطة. نحن نريدكم أن تتوحدوا وأن تكفوا كذبا علينا جميعا. بارك الله فيكم.